السلام عليكم وتحية طيبة للجميع. أصدقائي، هذا الفيديو اليوم غادي يكون فيه واحد الخبر اللي هو كيفرح المغاربة وكيفرح الناس اللي كيعملوا الفيزا وكيبغيو يمشيو يتساراو في الدول شنغن. غادي يكون هذا الخبر صاعقة للناس السماسرة اللي كيحتكروا هذا المجال ديال المواعيد وكيقدموا ثمن باهظ للناس اللي كيبغيو يشبروا الرانديفو. اذا اصدقائي، خليكم معايا حتى اخر الفيديو وما تنساوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. اذا اصدقائي، الخبر كما هو: يتجه الاتحاد الاوروبي نحو رقمنة تأشيرة شنغن، وذلك بعد اتفاق الدول الاعضاء على تغيير نظام التأشيرات بحيث يصبح رقميا الى حد كبير. ومن شأن القانون الجديد الذي اتفق على تفاصيله المشرعون الأوروبيون أن يسمح للراغبين في دخول الاتحاد بالتقدم للحصول على التأشيرة عبر الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة القنصليات أو مكاتب خدمات التأشيرات. وسيلغى ذات القانون بمجرد اعتماده رسميا ودخوله حيز التنفيذ. إجراءات أخرى من قبيل وضع ملصقات على جواز السفر، وهو ما سيجعل العملية أسهل بالنسبة للمسافرين الذين يحتاجون إلى التأشيرة لدخول دول الاتحاد الأوروبي. وإلى جانب ذلك، سيتمكن النظام الرقمي للتأشيرة المتقدمين من تحميل المستندات المطلوبة ودفع الرسوم عبر الإنترنت، وهي العملية التي لن تستغرق مدة طويلة كما هو الشأن عند التقدم لمكاتب التأشيرات أو القنصليات. في هذا السياق، أفاد وزير الهجرة السويدية التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي بأن هذا التغيير سيعزز أمن منطقة شنغن من خلال تقليل مخاطر التزوير وسرقة ملصقات التأشيرات على سبيل المثال. ومن جهة أخرى، أوضح النائب الأوروبي الذي يعد من أبرز الداعمين لاعتماد النظام الرقمي للتأشيرات أن الراغبين في دخول دول الاتحاد الأوروبي مستقبلا سيجدون هذه العملية أسهل وأسرع وأقل تكلفة. وتشمل منطقة شنغن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، باستثناء قبرص وإيرلندا وبلغاريا ورومانيا، حيث يسمح الاتحاد بالدخول من دون تأشيرة لمواطني أكثر من 60 دولة خارج التكتل، فيما يفرضها على مواطني دول أخرى ضمنها المغرب. وبموجب هذا التحول نحو رقمنة العملية، لم تعد هناك ضرورة للراغبين في الحصول على التأشيرة لأن يوضع ملصق على جواز سفرهم، أي عدم الحاجة لتخصيص مواعيد لدى القنصليات أو المكاتب التي تقدم هذه الخدمة. وسيدخل هذا التغيير الذي كشف عنه بعد عملية تشريعية طويلة حيز التنفيذ عقب الانتهاء من العمل الفني على منصة التأشيرة، المتوقع أن يستغرق أشهرا ثم نشره في الجريدة الإدارية للاتحاد الأوروبي، والمتوقع أن يكون قريبا. وفي هذا السياق، أوضح وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراند مارداسكا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن نظام التأشيرة الإلكتروني سيسهل عملية تقديم الطلب بالنسبة إلى المسافرين. وفور بدء العمل بالنظام الجديد، سيتمكن الراغبون في السفر لفترة قصيرة من تحميل وثائق وبيانات ونسخ إلكترونية لمستنداتهم المتعلقة بالسفر مع معلومات بيومترية ودفع الرسوم، كل ذلك على منصة إلكترونية. وفي حال الموافقة على الطلب بعد التأكد من قاعدة البيانات، يتلقى مقدم الطلب رمزا مشفرا يمكن طباعته أو تخزينه على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف. كما قد يتعين على بعض مقدمي الطلب لهذا النوع من التأشيرات للمرة الأولى أو حاملي جوازات سفر جديدة أو من لديهم بيانات بيومترية معدلة الحضور إلى الموعد شخصيا. ومن جانبه، أعلن سفير فرنسا في المغرب كريستوف ليكورتيه عن رفع جميع القيود على منح التأشيرات للمواطنين المغاربة، وأكد الدبلوماسي الفرنسي أنه لا توجد أي قيود أخرى على منح التأشيرات، وسيحصل أي شخص يستوفي الشروط المطلوبة على التأشيرة، وذلك بعدما كانت فرنسا قد قررت في شتنبر 2021 تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني 3 دول عربية، وهي المغرب والجزائر وتونس. وربطت قرارها هذا برفض الدول الثلاث إصدار تصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها حسب ما أدلى به الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية آنذاك. إذا أصدقائي، بعد ما سمعتوا هذه المقالة وشنو الجديد اللي جابت بيه بخصوص مواعيد ديال تأشيرة شنغن، صراحة هذا الخبر كنا كنتظروه من هذه شحال، لأن كنا كنعانيو بزاف وبزاف الناس كانوا كيعانيو
من هاد الرونديفوات اللي الثمن ديالها زايد وغادي وكيزيد، لان كيقول لك رونديفو ما كاينش، انا ما يمكنش نبقى سهران عليك نشبر لك غير رونديفو واحد الليل كامل اولا نبقى نعسس لك عليه. هما كما قلت لكم كانوا عندهم الروبو، كيخدموا بواحد الروبو كيشبروا الرونديفو به، كانت كتساليهم الطريقه، ولكن هذاك الثمن اللي كانوا كيطلبوه ماشي معقول. يعني كيف يعقل انك تطلب واحد 1000 درهم ولا 2000 درهم باش تشبر غير رونديفو شخص واحد؟ يعني هادشي ما كيدخلهاش العقل. وتقدر هاد الفيزا كاع ما تقبل، تقدر ترفض، يعني تما الواحد كتبقى فيه. يعني هاد الرقمنه ديال الفيزا علاش عملوها؟ الغرض الاساسي من هاد الرقمنه انهم يحدوا من التزوير، يحاربوا الهجره الغير الشرعيه والغير قانونيه. اذا اصدقائي هذا كان كل ما في الموضوع. كنتمنى منكم تدعموا هذا الفيديو وتعملوا لايك والاشتراك وتفعلوا الجرس، تبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.